هنعمل مع بعض النهاردة بطاطس في منتهى اللذاذة، كريمي من جوه، مقرمشة جدا من بره، وكمان ب3 مكونات بس. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب 2 بطاطس وهنقشرهم وهنقطعهم مكعبات عشان تتسلق اسرع، وهسلقها لمدة ربع ساعة. بعد ما اتسلقت ههرسها كويس، وهضيف عليها كوباية من النشا وكوباية من الميكس جبن. حطيت جبنة موتزاريلا وجبنة رومي، وهعجنهم مع بعض لحد ما توصل بالشكل ده. بعد كده هحطها في اي كيس وافردها فيه، وهيكون سمكها رفيع، وهدخلها الفريزر لمدة نص ساعة. بعد ما طلعتها من الفريزر هبتدي اني اقطعها على شكل صوابع بالشكل ده، وطبعا نكون مسخنين الزيت ونحط فيه البطاطس لحد ما تاخد اللون الذهبي القمر ده. وبكده نكون عملنا ألذ بطاطس ب3 مكونات بس، مقرمشة جدا وكريمي وتحفة من جوه، وطعمها بجد حلو جدا. وهسمعكم دلوقتي صوت القرمشة، ولو جربتوها قولولي رأيكم. باي باي.